كمال التزروتي حارس عام بمستشفى الغساني. زوال اليوم في حدود الساعة 4:30 استقبلت مصلحة المستعجلات بالمستشفى 40 حالة اختناق بالغاز لعاملات بقطاع النسيج. 38 حالة غادرت المستشفى، غادرت المصلحة يعني الحمد لله على خير وبخير بعد تلقيها العلاجات الضرورية. جوج حالات مازالين تحت الملاحظة الطبية، وأظن الآن غادي يكونوا غادروا المصلحة. ما كانوش حالات خطيرة ولله الحمد، جميع الحالات كانت يعني اختناق خفيف بالغاز. استفدوا من العلاجات الضروريه اللي يعني الحمد لله مكنتهم انهم يغادروا المستشفى في حال جيده. الوقيته بالضبط في حدود الساعه 4:30 اللي بداو كيتوافدوا الحالات، بدات سياره الوقايه المدنيه اللي جابت العاملات اللي تعرضوا للاختناق. شحال ديال الحالات تقريبا اللي بقاو دابا عندكم حسب اليوم هنايا؟ كانوا جوج، كنظن راه يكونوا غادروا دابا، راه قبيله كانت الحاله ديالهم مستقره ومطمئنه، كنظن راه يكونوا غادروا دابا المصلحه. بالنسبه لشي كلمه للناس ديالهم اللي راهم زعما الحمد لله ما كاينش شي حاجه اللي كتستدعي القلق، جميع الحالات راه مستقره ولله الحمد. اللي الحالات بعدا اللي جاونا هنا للمصلحه راه مستقره الحمد لله، غادرت للمصلحه، ما كانش شي حاجه اللي كتستدعي القلق، ما كانش الخطوره. بالنسبه للاكسجين يعني كان كافيهم؟ كان الاكسجين الكافي، الاطر التمريضيه الطبيه الاداريه حراس الامن كلشي تجند من اجل يعني التكفل بالحالات، والحمد لله دازت الامور بسلاسه وعلى خير، ما كان حتى شي مشكل. يعني تم الاسعاف ديالهم بشكل عادي الحمد لله كلشي داز مزيان، كلشي على خير. بالنسبه غير العنصر النسبي هما اللي كانوا الحالات هادو عاملات ديال النسيج كلهم عنصر نسوي، كلهم نساء. شكرا لك. مرحبا بك.